السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا مشاهدينا الكرام، خوتنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج بلدنا الحبيب في هذه الإطلالة الجديدة واللي عندها يعني أسبابها أو الدواعي ديالها باش ندوزو معكم مرة أخرى. والسبب هو لاعبنا الرائع والأنيق اسماعيل السيباري. اسماعيل السيباري البافاري حذري، واسماعيل السيباري الدماري وحذري، واسماعيل السيباري والبالون دور. شنو هاد العناوين ولماذا هذا الاستهلال بهذه الطريقة ولماذا هذا الفيديو بالتحديد؟ بطبيعه الحال باش نمشيوش بعيد غادي نوضحوا الاسباب والمسببات ونحاولوا جميع كمغاربه باش نكونوا فاطنين ونكونوا منتبهين ونكونوا يقظين. بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى محمد خاتم الانبياء والمرسلين طبيب البشر وحبيبها، نجدد ونكثر من الحمد والشكر للمولى عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بغيت غنسول المغاربه الناس اللي على برا الى جاوا لبلادهم مرحبا بهم ويجوا بخير وعلى خير. خوتنا المغاربه اليوم مع موجه الحر الشوم كما تنقولوا له حنا ولا الشرقي، موجة الحر. نسأل الله أن يجيرنا من حر جهنم ومن نار جهنم. كان حر شديد ونتمنى تكونوا في أفضل الأحوال والله يلطف بينا، واللي جا في وقته كما كنقولوا بخير وعلى خير. الشتا في وقتها والقطر المدرار، وكيقولوا شحال ما كانت هذه كيقولوا لنا الحاج شحال ما كانت ديال الروا والشتا على قدرها كتكون الليالي والصمايم. على العموم لأن هذا الاستهلال دائما مأخوذ منين؟ من المرميطة المغربية، ولكن كاين بعض الإخوان أو كاين البعض اللي عزيز عليهم ياكلوا بالقصبة ولا بالعويدات. وعلاش قلت هذا الشيء؟ لأنني لمست في اطار شنو؟ في اطار التفاعل. كيتفاعلوا بزاف مع المرميطه الخارجيه اللي فيها البعض تاركين المنتخبات ديالهم، اللي عندهم يعني التزامات خاصه المنتخبات ديالهم باقين في المونديال، ويركزون على الفريق الوطني مع من؟ مع فرنسا. قالوا شرا القصبه قبل البهايم. وشنو بغيت نقول لكم؟ حذاري من السقوط في هذا الفخ والسقوط التفاعل. واش الفريق الوطني غيربح فرنسا؟ واش الفريق الوطني وحنا لعبنا ديروا لنا بحال هوغو بروس اللي قال لك كون ربحت كون لعبت مع المنتخب المغربي، وبالتالي مازال ما دزناش كندا. وحذاري من بيع جلد الدب القطبي الكندي قبل التاكد من قتله وسلخه في التعبير المجازي اللي كنعرفه. بالتالي كنلقى بزاف ديال المواقع، بزاف ديال المحطات، بزاف ديال اليوتيوبرز وبزاف ديال الصحفيين كيتناولوا الفريق الوطني واش قادر يوقف حاجز امام الديك الفرنسي. كتعرفوا دابا الدجاج وهذه طاح السعر ديالو، ولكن الديك الفرنسي السعر ديالو عالي ربما بسعر الذهب في البورصه ديال نيويورك، بحال اللي شفتوا البارح في ميت لايف. والمنتخب المدمر كيعرفوا غير ثلاثه مع منتخب الهاربين، ثلاثه مع النرويج، ثلاثه مع العراق، وثلاثه البارح مع السويد. يتكلمون بالثلاثه او بالثلاثه. مبابي اوليز اللي مازال ما ماركاش، عثمان ديمبيلي شديتي يخرج لك ديزيري دوي اللي مازال ما ماركيش، شديتي ديزيري دوي كيخرج لك داك اللاعب باركولا عند منتخب قوي. ولكن حنا مازال ما تاهلناش باش نلعبوا مع فرنسا. وبالتالي كنقول للمغاربه كونوا في المرميطه المغربيه المدغمره وركزوا على المنتخب الكندي وحذاري من التفاعل. علاش كيديروا هذه الفيديوهات؟ قلتها لكم في السابق كيلمسوا التفاعل. الحلقه ديالي خفيفه ظريفه مؤسسه وموجهه لواحد اللاعب ديالنا اللي هو اجمل غليظ، او الاول اللي كانوا قالوا غليظ بعض المغاربه، وغليظ كنقولوها من باب اننا كنمزحوا معاه لانه كشر على انيابه وبرز بانه عنده ردات فعل قويه جدا. والولد اللي درت عليه حلقه والقصه ديالو تستحق ان تروى، واسماعيل السيباري اللي بانت واحد اللقطه جميله جدا من اجمل اللقطات، بحال اللقطه ديال السجود ديال اللاعبين ديالنا والراحمي والسجود الجماعي بعد المباراه ديال الفريق الوطني مع هولندا. وكانت اللقطه ديال التقبيل الراس ديال الام ديالو اللي عنده معها ذكريات كتعود القصه ديال الولد اللي كان عنده اشكاليه على مستوى الاستقامه، او انه الرجيلات ديالو ما كانوش مساويين، وكانت يدعي كتقول لمو ادعي معايا نوقف على رجلي ونتمشى مزيان بخير وعلى خير. فاذا به كيوقف على رجليه، وبداك الرجل سجل واحده من اشهر ضربات الترجيح في تاريخ كره القدم الوطنيه مع مطحنه الطواحين. السيباري والكيسان ديالها تاي والبرار ديالها تاي والعملاق البافاري مزيانه. انا جيت باش نقول لكم حذاري من السقوط في الفخ، لانني باش ندرج بغيت نقول السيباري اسماعيل، بغيت نقول اللعابه ديالنا، بغيت نقول السي محمد وهبي. ركزوا معنا نوصلوا غير العوينه ونشربوا، ماشي كل مره كنوصلوا للعوينه وكيخرج لنا واحد الجزئيه واحد التفصيله صغيره. ويقولون عاده في التفاصيل يستغرق الشيطان. اليوم كيديروا التقديم ديال العملاق البافاري اسماعيل السيباري بالبراد والكيسان والناس مبهوره وعاجبها الحال. انا ما عجبنيش الحال. غنعطيكم العلاقه ديال هذا الموضوع بمدى التركيز على السيباري وعلى عدد من العناصر ديال الفريق الوطني، منهم ابراهيم دياز، منهم بوعدي، منهم عناصر، منهم صلاح الدين اليوم اللي قالت له هولندا باي باي عن طريق بيس في ايندوفن. واش ما رضاو شيء؟ حيت صلاح الدين كان هو من العناصر اللي دخلت في الدوزيام ميطون وقبل البلاء الحسن في الجهه اليسريه وخلى نوصير المزراوي مشى اللاكس، ولا انه العقد ديالو ديال الاعاره
من نادي روما سالا، وبالتالي رجعوه للفرقه ديال غاسبيريني باش يمشي يلعب مع نائل العنوي. السيباري مزيان يمشي للعملاق البافاري، دوزناه بجغمه الماء بانهم تفاوضوا معاه الاول، دوزناه بجغمه الماء ملي قال لك الطبيب ديال العملاق البافاري مشى لعندو للمدينه ديالو منين، حيت هو الطبيب ديال الالمان، ومشى عندو دار له التيست ميديكال ولقاه بخير وعلى خير. ابط قلنا بخير وعلى خير، حجوا زياره الالمان حدا ليكيب ناسيونال، داروا له التيست ميديكال داز بخير وعلى خير وعلنوا. اليوم تيعلنوا الصفقه رسميه وتيتم التقديم ديالو بالبرارد، والكيسان ديالها تا والبعض عاجبو والتراث وهذا المغرب. انا ما عاجبنيش الحال، علاش؟ فيها واحد الشويه ديال لا تركيز ديال السيباري اللي انا تنتمنى صادق بحال اليوم كنقول لكم العملاق البافاري بمجرد سوقوا صفقه رسميه، خرجت واحد القصاصه رسميه كتعلن بان السيباري مرشح للبالون دور ديال اوروبا مع 20 لاعب، مع الطوب 20 ومع اشرف حكيمي. احنا بدينا في الديكونسونطراسيون ديال ولدنا مع لامين يامال، مع ميسي ورونالدو اللي باقيين كيضربوا 20 عام مع الدراري الصغار، مع هاري كين اللي خرج المنتخب ديال الكونغو بعد واحد المباراه جميله اللي كانت في ملعب ديال مرسيدس، مع اللاعبين كيليان مبابي، مع اوليز، مع عثمان ديمبيلي، مع فينيسيوس. احنا بدينا في شي حوايج اللي ما رايقاليش، وبغيتكم تاخذوا النموذج ديال كوكوريا منين اعلن الصفقه ديالو ريال مدريد قبل الماتش الاول اللي لعباته المنتخب ديال اسبانيا مع الراس الاخضر. ناضت وسائل الاعلام الاسبانيه وقالت لهم حذاري، حنا في مهمه رسميه، سي بيريز شد علينا جمالك، بغينا كوكوريا يركز مع المنتخب ديال اسبان، وما علنوش على الصفقه وداروا عن طريق بعض الصور وسالاو دغيا. علاش؟ حيت تذكروا اسبانيا بواحد الوقيته لو تذكرون معي اللي في 2018 النهار اللي كان تيدرب لوبيتيغي كان تيدربهم، وتم الاعلان على ان لوبيتيغي غيدرب ريال مدريد، قالوا له باي باي. وكان الرئيس الروبياليس ديال الجامعه الاسبانيه حاسم معاه، وقال له حنا في محفل دولي كاس العالم كنلعبوا بالدرابو ديال البلاد، ما تقول لي مشيت للريال ولا والو، تيسالي كاس العالم. وحيدوه وجابوا فرناندو هيرو لاكس سونترال ديال ريال مدريد، واحد من الهدافين المدافعين مكتوب الهداف. ايضا لو تشوفوا اليوم رده الفعل، برشلونه كتقدم بعقد رسمي او بعرض رسمي باش تجيب اللاعب خوليان الفاريز. فمنين جابوا خوليان الفاريز كيقولوا لي من الناس ديال سكالوني والجامعه الارجنتينيه شدوا علينا الاوفر ديالكم، حنا مكونسونطرين، رغم ان الفاريز ما نقبش الشبكه، ولكن قالوا راكم شوشوا عليه ما زار شي الشبكه. الفاريز تالف. علاش تالف؟ باغي يحيد من الاتليتيكو، باغي يمشي لبرشلونه، وزاد برشلونه من عطات العرض الرسمي زاد ديكونسونطرات وقال لهم سكالوني خليونا مركزين وخليو لي يدخل الاجواء. انا جاي لهاد القصه، حنا بغينا نمشيو لشي حويجات ان شاء الله الرحمن الرحيم، بغض النظر على المباراه اللي تفرجتوا على حارات اللي ما بغيتش نخوض فيها كم حاجه قضينا بتركها، ولكن شفت واحد المباراه ديال واحد المنتخب افريقي في اطار الفواصل المونديالي، منتخب الكونغو ليوبار داروا ماتش كبير. الا كاين شي منتخب افريقي عجبني هنا في كاس العالم هو منتخب الكونغو، اللي كان جاو هنا الملعب مولاي الحسن وخرجوا بداك الطريقه المعلومه مع المنتخب الجزائري بعد ما بلاو البلاء الحسن، وكانوا قصاو نيجيريا والكاميرون في البراج. الفرقه ديال دو صابر دارت ماتش كبير واسالت العرق البارد لتوماس توخيل والاسود الثلاثه ديال الانجليز، وجرهم حتى الشوط الثاني وذكرهم سبحان الله العظيم بالماتش ديال 1990 منين كانت الكاميرون الرابحه المنتخب ديال لونجلتير بالعوده ديال دافيد بلات وغاري لينيكر، ومشاو ربحوهم داروا عليهم ريمونطادا لما كنت خانتنيش الذاكره ب3-2. الافارقه سوا من الكاميرون ديال روجي ميلا وديال اومامبيك الى غايه هذا المنتخب الكونغولي ديال مايلي اللاعب ديال بيراميدز، فبلاو البلاء الحسن وكانوا في المستوى. المسائل اللي بغيت نهضر مع الخوت المغاربه هو انني ملي درت فيديو نعطيكم واحد 3 الفواصل، وبغينا نمشيو لما هو اهم من هذه المحاور، ولكن من باب وذكر قلت ما كاين باس نذكر بالمرميطه المغربيه. وعذروني على الصوت لانه لما كانش كيوصل، راكم عارفين شرب الماء خرج كليما دير غير باش تعذرونا وتلقاو لنا اعذار الا كان تيوصل الصوت بجوده اقل. فانا هضرت الفيديو الصباح على السي محمد وهبي وقلت هبه مع سيدي ربي، واحد 90% مشاو معايا كلهم، عرفوني بانني عندي حسن نيه وما كنقصدش نديرو في مقارنات الا لا طاح هو في المقارنات. انا غنزيد نورك وغنقول لك السي محمد وهبي مازال ما عطيتوش حقه، وغنعطيه حقه بعد ما تشارت عليه وسائل الاعلام الهولنديه واكدت بان محمد وهبي غيذكروا التاريخ ديال الكره الهولنديه. محمد وهبي تسبب في خساره بالملايين ديال اليورو الهولنديين، لان المبيعات ديال الاقمصه ودي سبونسور مشاو لهولندا، وسبب في ازمه رونالد كومان اللي ما غينساش محمد وهبي بعد ما تسبب في الاقاله ديالو، لانه خلص الكره الهولنديه من المبدا ديالها عن طريق رونالد كومان اللي دخل خايف، ومشى رونالد كومان بحال اللي مشى كلارك ديال اسكتلندا، بحال اللي غادي يمشي المدرب مارش ديال كندا. وهذا كيذكرنا بان الركراكي كان جرى على سانتوس ديال البرتغال، وجرى على مارتينيز ديال المنتخب البلجيكي، وكان جرى ايضا على لويس انريكي ديال المنتخب الاسباني وكومان.
كنمشيو لاكوب دي موند كيتقطعوا الارزاق ديال المنافسين ديال الفريق الوطني بشكل غير مقصود، وكأن التاريخ يكرر نفسه ما بين والد الركراكي والسي محمد وهبي. غنعطيكم واحد الرقم اسطوري ديال السي محمد وهبي تم التاكيد ديالو، ترقبوه في حلقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الرقم 10 غيلعب الماتش رقم 10 مع ليكيب ناسيونال كونتر كندا، وعنده رقم خاص ما بغيتش نحرقو، غترقبوه في الحلقه الماجيه. ايضا غنديروا حلقه على ياسين بونو، وبغاو ياخذوا اللقطه ديالو الباراد اللي دار ديال الكره اللي هضر عليها ايكير كاسياس، قال لكم ما كانش تما غتشوفوا واحد من اجمل ضربات الترجيح كانت غتغرس في 90. فشارع ايكير كاسياس ما يعرف بالقديس ديال الكره الاسبانيه بانها لقطه يجب ان تدرس، لانها تكررت في الماتش ديال ليكيب ناسيونال مع نيجيريا في الكان وعاودها. هذاك الطريقه باش كتبقى ثابت وكتمشي، قال لك ما كتعطاش لاي واحد، وبالتالي يقدروا ياخذوها عنوان الباراد اللي كيذكرنا بالحارس وليد مع الكابتن مجيد في الرسوم المتحركه، بحال اللقطه ديال العيناوي واللاعب المزراوي اللي مشاو طاك بجوج على طريق بسام وصاحبه اللي كانوا تيضاربوا مع الكابتن مجيد. شي حوايج كتكرر سبحان الله العظيم. ولان الشيء بالشيء يذكر، غادي نمشيو على النصير المزراوي اللي درت لكم حلقه الصباح ايضا، واكدت لكم بعد التمثلات الجميله في المسار ديالو، منها الصيام. انا ما كنقولش الاثنين والخميس هما ايام البيض، قلت الاثنين والخميس والايام البيض. الا داز التهوى ندوزوها لنا. يقدر يكون داك الشيء صحيح ماشي صحيح، ولكن خذوا في السياق الايجابي بان الولد عنده واحد التشبث بالقيم ديالو الذي لا تفسد لود المنافسه ولا الممارسه ديال الرياضه قضيه. فالبعض ما عجبوش الحال، كتقولوا لي مره ما تردش على هاد الناس. انا ملي كيوصلوا لهذا الخط الاحمر كنرد، لان كاين بعض الناس بغاو يتلفونا وبغاو يدلعونا. شي هاد القيم هذه والله الا هي الاساس ديالنا اللي ما غنتنازلش عليها، ولو ما نهضرش على الكره كاع، لانه بغاو يدلعونا. واش دخلتيه فقيه كيصلي كيصوم كيسجد، غنأكدها لن نمل حتى تملوا وتعطيونا الاتساع، والبرقيه مفهومه. بل ان نصير المزراوي راه بان في لقطه اخرى ودار شي حوايج مع رحيمي ومع فيستير، وهز يديه في ضربات الترجيح وتيدعيو كيقول اللعابه تكالما وراه غيضيعوها. واش بغينا نخرجوا لكم زعما شي حاجه من المزراوي ما كايناش؟ هذا هو الواقع. وهذا التمثل خلى البعض يسولني، واحد السيد قال لي علاش نصير المزراوي ما تياخذش البيك رجل المباراه الام في بي، تيكون البيك ديالو طالع وما كياخذش رجل المباراه. هذه سؤال، واش هاد العينه ما كيبغيوش يعطيوها رجل المباراه رغم ان ارقامه جد مذهله؟ وعلاش ما كيتوضعش في ليكيب تيب؟ تقدر تكون داخله